الخيال دراما واكشن وعظمه وكل اللي قلبك يحبه، وكمان حكايه النهارده اول مره تنزل على اليوتيوب بالكامل، فعاوزك تجهز نفسك لحكايه فوق العظمه. بس قبل ما نبدا ما تنسوش الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نبدا في سرد احداث الحكايه. السامويه، وفعلا الراجل بيدور عليها وبيلاقيها وبتاخدها وبتاكلها. ساعة تشينج بتحسن شويه وايوان بيفرح بيقول للراجل انا عايز 20 حبايه فاصوليا من دي، ولكن بيتضح وقتها ان الحاجات دي غاليه على البشر لانها بتتباع لفئه مختلفه واللي هم الخالدين، وطبعا اللي منهم سايد شاوي. المهم بيحاسب الراجل على الحبايه اللي اخدها تشينج، وساعتها بتساله ان المدينه وقفت صناعه من 100 سنه، فازاي جت الحراره اللي في الجو دي؟ هنا الراجل بيقول لها ان وقت الحرب اللي حصلت من 100 سنه نزل نيزك في المدينه وعمل بركان من النار واللي قعد حوالي 300 يوم وهو بيزيد سخونه اكتر من الاول. هنا بيقاطع ساي وبيقول له ما حاولتش تشيله نيزك ده ليه؟ فالراجل بيرد ان جه وقتها شيطان قوي وحكم المكان، ومن ساعتها محدش قدر يواجه الشيطان ده. وقتها ساي بيسال هو بقى احسن ولا لا عشان يستخدم السلاح، وفعلا بيمسك السلاح الذهبي وبيلف بسرعه، وساعتها ساي بيلاقي ان النيزك بيستجيب معه، فبيعرفوا ان في قطعه روحيه هي السبب في قوه النيزك لحد دلوقتي. هنا بتقرر انها تروح تجيب القطعه الروحيه هي، وساي بس بيوقفهم وبيقرر يروح معاهم رغم معرفته بقوه الشيطان. بيقول لزيد خلي بالها من شينج لحد ما يجي، وبعد كده بيلحق. في نفس الوقت ده بداخل البرج بنشوف البنت دي ماشيه وسط الحرس دول، وهنا بيوصل والباقي للبرج بيقول لهم ان البرج مليان حراس، بس ولا بيهمه بيخرج سفينه وبيكسر الجدار، ولكنه بيلاقي الحراس مستنيينه في الناحيه الثانيه. نرجع بقى لتشينج اللي بيهلوس من التعب وبيشوف القتال اللي مات فيه الملك المحارب من 100 سنه، وكمان بيشوف الشياطين اللي قتلوها قبل كده واخدوا منهم القطع الروحيه. هنا الشياطين بيلعبوا في دماغه وبيقولوا له انت اضعف واحد في الفريق وملكش اي لازمه معاهم، ده انت حتى مش بيقدر تساعد اخوك، فايه رايك تتحول لشيطان وتبقى قوي جدا اقوى حتى مما تتخيل؟ تشينج كان هيقتنع بكلامهم بس بيرجع لصاحبه في اخر لحظه، وملك السلاح الذهبي بيكلمه بيقول له انت قوي جدا ولكن مشكلتك انك مش مآمن بقدرات السلاح اللي معاك. هنا تشينج بيفوق وبيلاقي دي بتهتم بيه، وساعتها السلاح بيقع منه، فبتاخد زيل صاحب المتجر وبتخليه يعمل له بخيت من الفضه، وده اللي بيعجب تشينج. نرجع بقى للعيال اللي بيمسكوا الحراس وبيديهم علقه تمام، واكتر حاجه ايوان اللي كان مبدع بصراحه. المهم بيدخلوا القاعه دي وبيظهر لهم الشيطان اللي بيدوروا عليه واللي كان نصه بشري ونصه شيطان. ساعتها ايوان بيقرر يهجم عليه، ولكن الشيطان بيهاجمه بالنار بتاعته، وايوان بيرجع للخلف بيقول لهم الشيطان انا كنت مستني حد من الخالدين يجيني من زمان، وبدل الواحد جيتوا انتم الاثنين مع بعض، اما صياد الشياطين ده مش هياكل معي. ساعتها الشيطان بينزل من فوق وهو بيقول لهم انتم جايين هنا بكامل قوه العقليه عشان تهزموني، وبنلاحظ انه بيحاول يستفزهم بالكلام وبالفعل يتعصب منه وبيهجم عليه، بس الشيطان بيعمل درع من النار وبيصد بسهوله، بيقول له عجبتني شجاعتك يلا. وساعتها الشيطان بيحاول يحرقه بالنار بتاعته وتشوي بتكون خايفه عليه، بس بيلاحظوا ان السيوف بتاعت ايوان بتقدر تصد النار بتاعت الشيطان، فالشيطان بيتعصب وبيضرب ايوان بكل قوته البعيد، ولكن ساي بيحاول الرياح بتاعته قبل ما يقع. بيقول للشيطان ان نيزك لسه بنفس سخونته ولو استخدم عليه القطع الروحيه اللي معاه ممكن يتسبب بكارثه بمعنى الكلمه. هنا الشيطان بيقول له طب ما انا عايز كده اصلا، انا عايز اضمر قصر الخالدين اللي في السماء، بس بتقول له انت مجنون ولا ايه؟ وبتطلع سلاحها وبتدربوا عليه، ولكن الشيطان بيقدر يصدها، وبوم بيهجم عليها وياخد السلاح بتاعها، وتشوي بتيجي تضربه وبتلاقي السلاح خلص، بتطلب من ساي انه يبرد لها السلاح، الشيطان بيهجم مجددا تاني والسلاح بيختفي ولسه هيولع فيها. بيجي ويان وبيحميها على اخر لحظه، ساعتها بيقول لهم سيبوا لي لوحده ده وكملوا انتوا طريقكم، بس بتكون رافضه انها تسيبه لوحده، ولكن مع اصرار عليها بتاخد ساي وبيكملوا طريقهم. بتقول في نفسها اوعى تموت يا ايوان. في نفس الوقت ده البركان بيصغر والمدنيين بيخافوا منه، وكمان بيشوف اللي بيحصل وبيمسك التميمه وبيقول اتمنى ترجع بخير يا ايوان. نرجع بقى لايوان اللي كان بيعاني في قتال الشيطان، بيحدف عليه السيف بتاعه عشان يشغله، وبعدها بيجي يضربه بالسيف الثاني، ولكن الشيطان بيختفي وبيظهر تحت منه، بيضربه في الجدار ده وبيقول له اللي اسمهم صحابك سابوك تموت هنا لوحدك زي الحساله، ولكن ساعتها ايوان بيهجم عليه وبيقول له وانت مال اهلك انت. الشيطان بيتفادى كل هجمات السيف بسهوله وبيرجع لورا وبيبني بوكس بيكسر فيه المكان، بيقول له هو انت في مخيلتك تقتلني وتخرج من هنا عادي كده؟ ده انت بتحلم يا ابني والله. ساعتها كان فاقد الوعي من الضربه وبيقرر الشيطان يهجم عليه ويحرقه لحد الموت، بس بيجي تساوي وبيلحقه في اللحظات الاخيره، بيقول لها تاخد وتمشي وهو هيتكفل بالباقي، بس في وقتها بيظهر دخان غريب وبيختفوا هم 3 من المكان. ساعتها الشيطان بيلاقي بقع الدم منهم وبيشمها كده وبيقول يلا نبدا اللعبه، بيروح عند صوره الست دي وبيعمل ختم سحري، ومن بعدها المدينه بتتزلزل والنازك بيطير في السماء بجانب الشيطان. وقتها تشوي بيشوفوا اللي بيحصل وبتخاف انه يدمر القصر بالنازك اللي معه، بس بيقول لها ان ده مستحيل لان النازك ده وقع من حته 100 سنه، ومن وقتها اكيد تضاريس العالم اتغيرت، فمستحيل الشيطان يقدر يطير بالنازك ده. ساعتها بتقول له وده معناه، فبيقول لها ايوه النازك هينزل على المدينه دي ويدمرها. المهم في الوقت ده بينزل هجوم ناري من السماء على المدينه، وبيقول الشيطان هو الهجوم ده منين؟ اما على الناحيه الثانيه الناس بتهرب من المكان وبنشوف سي بتاخد علشان تحميه، بس بيهرب منها وبيروح يساعد البنت دي واللي كانت بتبكي عشان ضاعت من والدتها. ساعتها بيحاول يهديها وبيقول لها ما تقلقيش احنا هنلاقيها، بس فجاه البيت ده بينهار عليهم بيكون خلاص على حافه الموت، ولكن بتنقذهم على اخر لحظه. هنا صاحب المتجر بيقول لهم تعالوا بسرعه لمرجع الحمايه، ولكن في نفس الوقت ده بيجي ساي وتشوي هم كمان، وساعتها تشينج بيشوف ايوان في حاله لا يؤرس لها. بعد كده بنشوفهم قاعدين في الملجأ، وبيقول صاحب المتجر انه ما يخافش على ايوان، وده لانه حالته مستقره بالفعل، بس هياخد وقت عقبال ما يفوق. وقتها بيحسوا بزلزال عنيف في المكان، وبيقول لهم صاحب المتجر الحل الوحيد عشان يهدوا النازك ده هو انهم يستخدموا حجر التبريد،
وده حجر محمي في البرج لانه مهم جدا، بس انا مش فاكر مكانه فين بالظبط. هنا بتدربه وبتقول له طب هو ده وقته جدع يا بنتي والله. المهم بيقول ان احنا محتاجين حد يروح يسرق الحجر ويجي، وفي الاخر بتقرر زيه هي اللي تروح تجيبه، وبالفعل بعدها بنشوفها بتتسلل في البرج وبتلاقي الحارسين دول في وشها، فبتضرب واحد منهم وتخنق التاني. بعدها بتدخل على البنت دي وتثبتها، بتقول لها هتنطقي وتقول لي فين مكان حجر التبريد ولا اسامي واضح. البنت بتخاف وبتقول لها على مكان الحجر وكمان تدخل ازاي باستخدام كارت الدخول. بس ساعتها البنت بتغدر بها وبتهجم عليها، ولكن دي بتقدر تكتفي بالشباك بتاعتها وبتسالها فين كارت الدخول. بس البنت بتقول لها انت لو هتقتليني مش هقولك على مكان الكارت. هنا بتضحك وبتلف بالشباك وبتقول لها ومين قالك ان انا هقتلك ومش بنعرف. بعدها هي عملت ايه في البنت دي. نرجع بقى للمدنيين اللي الملجأ بينهار عليهم، وده بسبب الشيطان اللي بيدور على حلف ميت يمين ليخلص عليه. وقتها تشوي بتقرر تروح تأخره لحد ما ترجع زيه بالحجر، وساعتها بيقول للتشنج، ساعتها بيقول سايل تشينج يخلي باله من يوان وبيروح ورا تشوي. نرجع بقى لزي اللي بتعرف مكان الحجر من البنت وبتروح عشان تجيبه، ولكنها بتلاقي روبوتات بتحمي الحجر. المدينة بتدمر بالكامل والكبار والصغار في حالة ذعر ومواجع والأم في كل حتة. بنرجع ساعتها لماضي شيطان النار واللي كان اتعرف على بنته وحبها واتجوزها وعاشوا حياة كلها ود وسعادة. بس زي ما احنا عارفين دوام الحال من المحال يا صديقي. في يوم من الايام بتشتعل الحرب اللي شفناها قبل كده، وفي الوقت ده الراجل العادي قبل ما يكون شيطان اصلا كان خارج البيت بيشوف اللي بيحصل. بيبص وقتها وبيلاقي ان نايزك نزل على البيت اللي فيه مراته. الراجل بيصرخ صرخه بتهز الجبال، وبكده احنا عرفنا هو ليه بقى شرير من الاساس وبيكره قصر السماء والخالدين اللي فيه. فنولاهم لا زالت مراته بجانبه على قيد الحياه، وده مثال حي لمقوله الاشرار لا يولدون بل يصنعون. المهم نرجع للحاضر بتشوي اللي بتهجم على الشيطان، بس الشيطان بيصد هجومها بلا مبالاه، بيتعصب عليها وبيقول لها انا هقتل الخالدين واحد واحد. هنا هو كمان بيهجم عليه ولكن بدون اي فايده، الشيطان بيصد ضربات شويه هي كمان، وساعتها بيتعصب عليهم بيقول لهم انتم شويه حصاله مش بيهمكم غير نفسكم، عايشين في العالم ده اكنه بتاعكم ومش مهتمين غير بقوتكم قدام ملك الشياطين. هنا الشيطان بيهجم عليهم بهجوم ناري قوي جدا، ولكن سيد بيعمل جدار جليد عشان يصد الهجوم. بس هو انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ الثلج بيتكسر بكل سهوله وبيكون خلاص على حافه الموت، ولكن فجاه بينزل السلاح الذهبي من فوق وبيعمل حجز بيحميهم. ايوه بقى هو ده تشينج يا جماعه، بيقول للشيطان هو انت بتعمل كل ده ليه؟ انت بحماقتك دي بتاذي الناس البريئه اللي مالهمش ذنب في اي حاجه. ساعتها بيدرك الشيطان حجم المأساة اللي هو تسبب فيها، ولكن وقتها بيفتكر اليوم اللي لقى فيه مراته ميته قدام عينيه. ساعتها خد عهد على نفسه انه ينتقم من كل الخالدين. هنا بيتعصب وبيقول لتشينج انت ما تعرفش مين اللي جاب النيزك ده، هنا جرب كده تسال اللي جنبك دوره لو لمره واحده. وفعلا تشينج بيسال عن اللي بيقول له الشيطان، فبيقول له ان الشياطين كانوا عايزين يدمروا قصر الخالدين باستخدام النيزك، وعشان يقدروا يحموا القصر بالخالدين ما كانش في حل غير ان هم يحرفوا مسار النيزك للعالم السفلي. فساعتها تشينج ادرك ان مفيش حد سوي في العالم ده، وان الخالدين والشياطين كلهم اوساخ شكل بعض. ساي بيتاسف للراجل على موت مراته، وساعتها الراجل بيضحك وبيقول له يعني انا لو قتلت البنت اللي جنبك دي وتاسفت لك انت هتسامحني هنا؟ في ساعتها بيهجم على تشو وكان خلاص هيولع فيها، بس تشينج بيتحرك وبيحميها بالحجز بتاعه. بيقول للشيطان ساعتها للاسف انت واقف في الجانب الغلط، بس تشينج بيقول له انت بتغلط زي ما هم غلطوا قبل كده، انت مش شايف نفسك عملت ايه في المدينه والناس اللي فيها؟ هنا الشيطان بيتعصب ويبدا يتحول لوحش مفترس هدفه الانتقام من الخالدين، بيهاجم ساعتها على تشينج وبيكسر بيه المكان. نرجع بقى للبنت دي اللي بتهزم الروبوتات وبتروح تجيب حجر التبريد، ولكنها اول لما بتلمسه كان الحجر هيمدها. اما على الناحيه الثانيه كان الوحش ناوي يخلص على تشينج، ولكنه بيحس وقتها بحجر التبريد، بيتعصب ساعتها وبيقول لهم انا كنت حاسس بحركه زي دي من اوساخ شكلكم، وبيهجم على طول عليهم بالنار بتاعته وبيقول انا مش هسيبكم تهزمون، وبيتجه بسرعه لمكان حجر التبريد. هنا تشينج بيكون عامل حاجز بيحميهم من هجوم الشيطان، وبيقول لساي انه هيروح وراه بس بترفض ان هو يخاطر بحياته، ولكن ساي بيقول له انا طاقتي قربت تخلص ودي اخر حاجه هقدر اعملها، وساعتها بينقل تشينج لحظيا لمكان الشيطان. نرجع بقى لزي اللي بتلاقي شيطان تاني واصل عندها، فهي على طول بتستخبى منه بسرعه، وبعد كده بياخد حجر التبريد من مكانه. ولكن فجأة بيجي شيطان النار وبيقول له نورت يا غالي. بيهجموا على بعض هما الاثنين والمكان بيبدأ ينهار من حجم قوتهم. هنا الشيطان التاني بيبتدي يتحول لصورة عملاق ويضرب شيطان النار ضربة بتكسر بيه المكان، بعدها بيجري عليه وبيضربه في قلبه وبيفرك وبيخلص عليه. ساعتها شيطان النار بيرجع بشري طبيعي وبتخرج منه القطع الروحية اللي معه، بياخدها الشيطان التاني وبيحطها جنب حجر التبريد، بس فجأة بيجي وبيكسر له الصندوق والسلاح الذهبي بيمتص القطع الروحية، اما حجر التبريد بيقع قدام زيه. الشيطان بيتعصب ويخرج سلاحه وبيشد السلاح الذهبي من التشينج وكان خلاص هيقتله، ولكن بتيجي وبتلحق في اللحظات الاخيره. وقتها الشيطان بيلاحظ ان السلاح الذهبي بيسحب منه طاقته، فبيقطع ذراعه وبيقول للتشنجي انه رجع له تاني، وبعدها بيختفي من المكان. بس وقتها بينزل من السماء نازك عملاقه هتبحى المدينه من الوجود، فبيقول الراجل اللي كان شيطان النار للتشنج انه يكسر حجر التبريد بسرعه، وبالفعل تشنج بيمسك سلاحه وبيدمر الحجر. ساعتها الحجر بيجمد النازك وبيدمرها، وهنا بتيجي مرات الراجل في خياله وبتقول له خلاص كفايه لحد كده. اما بقى عن التشنج بيفقد وعيه من كتر التعب والارهاق.
المهم تاني يوم بيخرجوا من مدينة النار وبيتجهوا النهر بيعالج الجروح عشان يعالجوا إصابات يوان، بس طول الطريق يوان عمال يضايق فيهم. هنا المركبة بتقف علشان في مشكلة فيها وبيروح عشان يشوف الوضع. ساعتها الكل بيحس إن سي مش على طبيعته من وقت ما وصلوا البلدة. هنا بتقول لهم ان ساي كان شغال مع فريق قبل كده وحققوا في البلده دي قبل الحرب اللي حصلت، بس اصحابه كلهم ماتوا هنا، ولولا معالجه يوان ما كانش وافق يجي. بتبص ساعتها على العيال وتلاقيهم بياكلوا ومش مركزين معاها اصلا. المهم بعدها بيروح يوان يتكلم مع سي في الموضوع ده، ولكن ساي بيطنشه ويوان بيتعصب وكان عايز يضربه، بس تشينج بيمسكه وبيحاول يهديه. بعد كده بنشوف ساي ماشي في الطريق ده وبيفتكر ذكرياته مع اصحابه، بيفتكر ان هم دخلوا المنجم ده عشان يحققوا في اختفاء العمال اللي فيه، بيدوروا شويه في المكان لحد ما بيلاقوا مكان مؤذره حصلت هنا، بس الغريب ان مفيش ولا جثه في المكان. بيقرروا انهم يتعمقوا اكتر في المنجم وينزلوا في الفتحه دي، بس يا ريتهم ما نزلوا، بيلاقوا المكان مليان بالعمال اللي اتحولوا كلهم لزومبي، بيحاولوا يقتلوهن بشتى الطرق، بندق بقى، مسدسات، قنابل، ولا حاجه بتاثر فيهم لحد ما بتعض واحد منهم في رجله. هنا ساي بيقول لهم تعالوا نستخبى في الغرفه اللي هناك، وفعلا العيال بتروح بالساعات بتفعل ختم غريب في الارض. بعدها بيكونوا قاعدين كده في الغرفه وفجاه بيدخل عليهم الشيطان ده، بيقتل واحد منهم وسط صدمه. الباقي نرجع للحاضر اللي بتحكي كل ده ليون وباقي الفريق. اما ساي فبيدخل المنجم وبيلاقي الختم ده في وشه، فبيعرف ان ده كان معمول للتضحيه بهم من اساس بيخرج اسلحته. وفجأة بيخرج الشيطان اللي قتل اصحابه قبل كده، بيفتكر ساعتها موت اصحابه كلهم واحد ورا التاني، وانه كان بيحاول ينقذ القائد بتاعهم، بس القائد بيقول له اهرب يا غبي انت مالنا الوحيد، ولكن مش بيسمع له وبياخد السيف وبيهجم على الشيطان. بس وقتها بيقع على الارض من كتر التعب، وبيقول القائد وبيضحي بنفسه في سبيل القضاء على ذلك الشيطان. هنا كان فقد الوعي، وبيلاقي كل اصحابه والقائد بتاعه وهم بيشجعوه عشان يقتل الوحش ويحقق في سبب موتهم. وفجأة تشينج بيفوق ساي وبيقول له سمعنا صوت الوحش وجينا بسرعة نلحقه. وساعتها ساي بيلاحظ وزاوهم بيقتلوا الوحش، بيقول لتشينج انه يعمل حاجز عشان يحميهم وهو هيروح يقتل الوحش لوحده، بس تشينج بيمسكه وبيقول له انت ناوي تضحي بنفسك زي القائد بتاعك. نروح بقى للوحش اللي كان ماسك وخلاص هيقتله، بس بتمسك ايده بالشباك بتاعتها، وهنا بتركب على دماغ الوحش وبتضرب فيه. ساعتها الوحش بيتعصب وبيرميهم كلهم لبعيد، وهنا بقى بيجي ساي وبيجهز القضاء على الوحش، بس وفجأة تشينج بيعمل حاجز عليهم كلهم وبيقول له مفيش حد مننا هيموت. بيتعصب على الاخر وبيستخدم قوة السلاح وبين الوحش من الوجود. ساعتها القلب بيفرحوا واكتر حد فيهم كان صايم. بعدها بيروح ساي وبيعمل قبر كل واحد من صحابه وبيوعدهم انه هيحقق في حادثة موتهم وظهور الشيطان الغريب، وده علشان ارواحهم ترتاح. تاني يوم بقى بنشوف شخص متعصب وهو بيدمر احدى القبور. نرجع بقى للفريق بتاعنا اللي مش سايب حد في حاله، بس بتقعد تدوس على الاصابات بتاعته وبتتألم. المهم وقتها بيروح بسأله هو كويس ولا لا، فبيقول له ساعتها ان الوالدين ما كانوش هزموا الشيطان اللي في المنجم، فشكرا لك يا تشينج. هنا بتتحرج من كلامه، بس بتدخل في الكلام وبيقول له وانا ما شكرت ليه؟ ده انا كنت هموت بسببك يا جدع. بس بتتعصب من جنبك وتضربه وبتقول له انت مش فالح غير انك تنضرب بس. المهم بيوصلوا بعدها للنهر اللي بيعالج اي اصابات واي مرض. الكل كان مبهور بشكل النهر ولمعانه، بس اكتر حد كان مبهور فيهم هو بيقول لهم ان طول السنين دي كان النهر هدف اساسي لاي حد عايز يعالج نفسه وكمان يحقق امنياته. ساعتها بيسالوا ازاي النهر بيعالج الناس وفي نفس الوقت بيحقق امنيهم. هنا بترد عليه بتقول ان النهر كان محط نزاعات ما بين الخالدين والشياطين مع انه موجود في العالم السفلي، والنزاعات دي كانت بسبب قوة النهر السحرية واللي محدش يقدر يتجاهلها. هنا بتقول ان ازاي النهر كان محط نزاعات ودلوقتي المكان هادي تماما ومفيش اي حد موجود في المكان. ساعتها بترد لان بسبب النزاعات الكتيرة اللي حصلت الخالدين الغوى الحراسة اللي كانت على النهر والشياطين القوية هم اللي احتلوا المكان، فاكيد مفيش اي بشر هيجي هنا برجله وسط الشياطين يعني. هنا بيقول لهم ايوه ما عدا انا طبعا اللي الشياطين بيخافوا من اسمي. وقتها بتقول له ده انت واحد متخلف اصلا. المهم بيوقفوا المركبة بيروحوا جري ينزلوا النهر، وساعتها يلاحظ ان جروح بتشفى لوحدها، فبيقول له ما طبيعي يا معلم لان النهر ده اشبه بكنز حرفيا. بس وفي اثناء كلامهم ده بيلاحظوا شخص غريب واقف على الصخرة دي، وده نفس الشخص اللي شفناه بيدمر القبر من شوية يا صديقي. هنا بيقول يخرج من النهر وبيروح يكلم الشخص ده وبيقول له المكان جامد مش كده، بس الراجل بيسمع ومش بيرد عليه من الاساس. هنا بيخرج من النهر وبيلاحظ ان الراجل ماسك سيف في ايده ساعة بيجا وبيدي هدومه عشان يلبسها. بيسأله عن الراجل الغريب ده فبيقول له انه ما يعرفوش، بس بما انه موجود هنا فهو مش شخص عادي ابدا. بيقول للراجل اتمنى ان امنيتك اللي جت عشان تتحقق وبيكون خلاص ماشي. بس الراجل بيقول له امنيه ساعتها بيستغرب لانه اتكلم، بس بيقول له لو مش امنيه يبقى هتنزل الميه زينا. عموما ربنا يوفقك، وبيكون سايبه وماشي. بس هنا الراجل بيعرف لما بيشوف السفين بتوعه وبيفتكر ساعتها نفسه لما كان بيقاتل شخص معاه نفس السيوف. القتال كان جامد لأبعد الحدود، بس في الاخر الشخص التاني هو اللي بيكسبه. ساعتها الراجل بيسأله عن اسمه، فالشخص اللي معاه نفس السيوف بيقول له انا اسمي تيان. نرجع بقى للحاضر بالراجل اللي بيقول لي ان السيوف اللي معاك دي مش بتوعك، بس هي بتتعصب وبيقول له انت بتقول ايه؟ السيوف دي والدي اداها لي قبل ما يموت. هنا الراجل بيتفاجئ وبيقول له هو انت ابن تيان، لكن بيطنشه وبيقول له انت شكلك مجنون اصلا يا عم. هنا الراجل بيقرر يقاتل وياخد السيوف اللي معاه، وطبعا في القتال ما عندوش. يا ارحميني بيحاول يهديهم وبيقول للراجل ان هم ما يعرفوش اصلا وان هو والدهم مش بالاسم ده. وقتها بيجي البنات للمكان وبيقول لهم ان الراجل ده عايز يقاتل من غير سبب. ساعتها بتقول له خد بعضك وامشي من هنا يا جدع انت، ولكن الراجل بيرفض وبيضرب جنبها بالسيف بيدمر الصخره دي. هنا كانت هتقع من الخوف بس بيمسكها قبل ما تقع. وقتها بيقول للراجل مفيش غير حلين عشان اسيبك تمشي، يا اما تقتلني هنا يا اما انا اللي هقتلك. طب يا جدو لو مات انت هتسيبه ازاي؟ ساعتها بتقول له وقف يا شبح،